يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن هلكناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسننا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الفاتحة على أعلامنا وأسلافنا الصالحون وعلامنا ومثل هذه الجلسة الحبيب علي الهبشي وعلامنا وأسلافنا الصالحون مثل الجلسة نوينا وعلى مطالب المقال وقصدنا أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا
ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصل وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من
بفائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع صلى الله تجلى عليه. الرضا بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد صلى الله عليه. ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى صلى الله عليه. بحبيب عمن لنا ما نوالا صلى الله عليه. جل من شرف الوجود من نور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فمن فجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد. صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمنع لله ما أمره بتبليل خلقه من فرضه ونفله. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما من نعمة إن تصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بعدل الصلوات وجماعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وكمل عليه غاية الإقبال. صلاة تسبح روح المصلي عليه به فينبث في قلب نور سر تعلقه به وحبه. صلى الله عليه. بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه. الأشرف الأصل بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بنور أسرار التخصيص للبشر التقريب والتكريم. صلى الله عليه. نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير. صلى الله عليه. بجمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه. تنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلام الكريمة والبدون. صلى الله عليه. فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله ليتشرف عليه. في موطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله وقد قضت عليه. الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره
في الأسناب الباخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه نورا حيرا لك أعلى الظهور وبار فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف صلى الله عليه يركب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصول صلى الله عليه تشريقا للسابعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزا إلى التدوين ما فته من ششرف المخلوق صلى الله عليه وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه آيات في القول منشورة على مر أيام الشهور والسنين صلى الله داعي عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها عظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب على حديث باسم الحبائب فهذا شكر أطاف الركائب ألم تراها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله بما لاحت كواكب على حمد خير من ركب النجائب
نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب فلو أننا سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب فلو أننا سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب ولو أننا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب ولو أننا عملنا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطايب تعم الآل والأصحاب طرا جميعهم وعترته الأطايب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لها كواكب على أحمد خير من ركب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله الله وقد عليه آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل صلى الله مما عليه استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل
بالتي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولدا صلى الله عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وعشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشؤونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو منه ولا من ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمل وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والقول كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج بقرب إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز صلى الله عليه إلى التقاط جواهر كنوز صلى وكل الله دابة عليه. لقريش نطقت بفصيل عبارة ملة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. تزل الأرض والسماوات متضمحة بذل الفرح بملاقاة أشرف البرية وبرزه من ألف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب صلى الله عليه على السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد ونزلت الملائكة بالتبشير للعالمين نتائج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. وأفاد الحق حكما على من أتم الله عليه صلى الله عليه. خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدودة. صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة صلى آسيا الله عليه. من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فتى الوقت الذي رتب الله على خضره وجود هذا المولود. صلى الله عليه. فنفى صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. الكون بثيها جاء بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون ونصر يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يد المذاهب
الهادي فهدر اليمن غرا واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصل على محمد يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا يا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواره غير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجو عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين
المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله والصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله الأيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فاستمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم البسته وودعته فلم انشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم مما حاسن الخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه وسلم. والحمد المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه وسلم. الرحيم باليتيم والأرملة والمسؤولة عن الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله عليه. ومن الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية. صلى الله عليه. في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. وشانه ولولا في مجده ومكانه. صلى الله عليه. تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعينانه. صلى الله عليه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقع مولد النبي الكريم. صلى الله عليه. ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل عليه. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول. نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول. ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا محب طه
والبتول سألت الله أن يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول على ما يرتضي ويحب منكم ويضحفكم بحسان وطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الأصول ويجمعكم على التقوى ويحيي بكم سير الجهابذة الفحول من السلف الذين بهم بلغتم مقاما عز في المجد الأثيل بحرمة سيد السادة خير البرايا سيد البر الوصول إمام المرسلين وخير عبد كريم كامل فرد جليل أتانا داعيا بالحق يدعو إلى الإسلام بالقول التثيلي فبارر بالإجابة كل عبد مطيع للإله وللرسول فاز المقبلون بكل خير وعقباهم إلى الظل الظليل وخاب المعرضون وكان عقباه معاصيهم إلى الخزي الوبيل خذوا فيها بصدق والزموها دواما في الإقامة والرحيل ففيها كل خير مستمر وفيها كل مجد مستطيل جموع شرفت فيها فروع قد اتصلت بطه والبطول ملاحظة من المولى بعين مراعية ومن طه الرسول عليه الله صلى ثم أهل وصحب بالغدايا والوسيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول اللهم صل وسلم وبارك عليه لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي عناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى القبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي عناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول
لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي عناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس لطه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي عناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل على ما يرتضي ويحب منكم ويتحفكم بإحسان وقول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الأصول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا ناس لطه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري العوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الآمرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين
سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لندمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وعم ببركاته وشريف بجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلة بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. نهتم هذا الدعاء المولد الدرر في هذا المجلس وإلى حضرة النبي. فاتحة.